السلام عليكم. صباح الخير، صباح الفل، صباح النصر وتصدر المجموعات الافريقيه والمحليه. صباح جميل على كل الاهلاويه. بعد ما طمنا على فريقنا امبارح في مواجهه استاد ابيجان واللي كسبناها 3-1 بهاتريك الكينج امام عاشور، افضل لاعب في مصر حاليا وفي افريقيا، واللي استمر على مستواه ده، متوقع جدا ان امام ينافس السنه الجايه على افضل لاعب داخل قاره افريقيا. بالتوفيق يا كامل. نسيب قاره افريقيا شويه ونطلع على القاره العجوز، نطير على اوروبا نستعرض فيها بعض الاخبار المهمه. انا عبد الرحمن رمضان وانت بتتفرج على انسايد ذا بوكس. قبل ما نبدا الاخبار، لو حابب تعرف جميع الاخبار الاوروبيه والمحليه ما تنساش تعمل لايك وفولو للبيج عشان اخبارك تجيلك وانت قاعد في مكانك، مجمعه في فيديو واحد، وبنعرض فيها ارائنا كل موضوعيه وحياديه. اي نعم في حياديه شويه للنادي الاهلي، ولكن ده ما يمنعش ان احنا محايدين ان شاء الله على كل الاصعده عشان ما بنحبش نزعل مننا حد ولا عادي. عندنا مباراه النهارده من العيار الثقيل، كلاسيكو طالما عرف بكلاسيكو الارض منذ قديم الازل. شفت اللغه العربيه دي؟ برشلونه وريال مدريد وجها لوجه النهارده في نهائي السوبر كوبا او نهائي السوبر الاسباني. نهائي السوبر الاسباني السنه اللي فاتت كان برضو بين الفريقين وكان فاز ريال مدريد 4-1. المره دي النهائي هيكون غير، لان في حاله معنويات مرتفعه جدا في برشلونه، خاصه بعد عوده الفتى الذهبي لامين يامال، فتى برشلونه الذهبي لحالته من تاني ابتداء من الماتش اللي فات، لان لامين يامال كان أصيب وقعد فترة طويلة جدا بعيد عن المشاركة، ولكن رجع بالسلامة ومستعد للمباراة على أفضل ما يكون. على الناحية الثانية ريال مدريد حابب ان هو يثبت للعالم كله وخصوصا للجماهير العريضة ليه في الوطن العربي ان هو محبوب الجماهير الاول في العالم كله، ويحاول ان هو يثبت تفوقه الشبه دائم على برشلونة خصوصا في النهائيات. هنلاقي الدفع عند برشلونه اكبر علشان رد الاعتبار للهزيمه بتاعت السنه اللي فاتت، وكمان اخر مواجهه ما بين برشلونه وريال مدريد كان برشلونه كعبه عالي جدا على ريال مدريد. المواجهه دي ما بين الفريقين هتكون المواجهه رقم 259 بعد ما تواجهوا مع بعض 258 مره. حاله الفوز متقاربه الى حد ما. ريال مدريد كسب برشلونه 105 مره في حين ان برشلونه كسب ريال مدريد 101 مره، فشوف انت التقارب. والتعادل سيطر على الماتشات اللي ما بينهم في 52 مره. متوقع جدا ان احنا كالعاده نشوف مباراه من نار يا حبيبي، نار. كايل ووكر نجم مانشستر سيتي والمنتخب الانجليزي يوم الخميس اللي فات قعد مع رئيس مان سيتي وطلب منه ان هم يسيبوه يرحل في يناير. كايل ووكر ما كانش انضم للقائمه الاخيره لمان سيتي اللي كسب فيها 8 على سالفورد في الاف اي كاب، وباين ان هو مش مبسوط نهائي، فبيتهيألي ووكر هيكون بره مان سيتي very soon، قريب جدا، في ظل الاهتمام الكبير من العديد من الانديه انها تتعاقد معاه على راسها بروسيا دورتموند. ولكن احتمال كبير كايل ووكر صاحب ال 34 سنه يطلع السعوديه يعمل له قرشين عشان يأمن بيهم مستقبله. كايل ووكر كان اتنقل من توتنهام في موسم 17-18 لمان سيتي في صفقه كلفت النادي 52 مليون باوند. سعر كايل ووكر على ترانسفير ماركت الايام دي هي 10 مليون يورو، ودي فكه بالنسبه للدوري السعودي. والجدير بالذكر ان كايل ووكر السنه اللي فاتت كان في مفاوضات جاده جدا مع بايرن ميونخ، وكان قريب جدا ان هو يتنقل للفريق الالماني، ولكن قعدته مع جوارديولا قدر ان هو يقنعه ان هو يقعد مع المان سيتي ويمضي كونتراكت لمده 3 سنين. فيا ترى هيروح فين ووكر؟ اكيد هتعرف، وعلشان تعرف ما تنساش تعمل لنا اللايك والفولو، وكمان هسيب اللينك للشانل على اليوتيوب، اتشرف بالسبسكرايب. الخبر اللي تقريبا مصر كلها مستنياه، النجم المصري الكندي عمر مرموش نجم فريق فرانكفورت واللي احرز هدف المباراه الوحيد امبارح لفرانكفورت، خلاص هيتنقل للمان سيتي في صفقه كلفت النادي الانجليزي حوالي عن 67 مليون يورو. والانديكيشن دي حصلت بعد ما المدير الفني لفرانكفورت طلع امبارح في مقابله صحفيه وقال احتمال مرموش ما يلعبش معانا المباراة الجاية دون الدخول في أي تفاصيل، ولكن جميع الصحف العالمية أكدت أن مرموش قاب قوسين أو أدنى من الذهاب والانضمام إلى
مان سيتي. ان شاء الله عمر مرموش نتمنى له التألق مع مان سيتي ويبقى محمد صلاح من تاني في الملاعب الانجليزيه، وكلنا ان شاء الله عندنا يقين ان مرموش لما يمسك في الفرصه هيقدر ان هو يثبت نفسه. نفسنا نشوف مصريين كتير في ملاعب أوروبية كتير، ده كله في الآخر بيعود على منتخب مصر. لذلك يا جميع أندية الدوري المصري، لو عندك لعيب حابب إن هو يحترف بره please let him go، سيبه يمشي. على وعسى الجدير بالذكر ان مرموش لعب مع فرانكفورت 25 مباراة السيزون ده واحرز فيهم 19 هدف. راشفورد الفتى الذهبي في وقت ما في الماضي للمان يونايتد، خاصة ان العلاقة ما بينه وما بين المدير الفني روبن اموريم مش قد كده. اموريم رفض ان هو يصطحب راشفورد معاه في الرحلة الاخيرة او في البعثة الاخيرة للمان يونايتد علشان تقابل الارسنال في الاف اي كاب، وده ضايق راشفورد جدا، ومسألة خروج راشفورد من يونايتد أصبحت وشيكة جدا. اهتمام العديد من الأندية أنها تتعاقد مع راشفورد، وآخر نادي دخل في الخط علشان يتعاقد معاه هو نادي AC ميلان الإيطالي، ده بالإضافة لنادي بروسيا دورتموند وكمان برشلونة. فأي نادي منهم هنشوف فيه راشفورد هنعرف الفترة الجاية. راشفورد من ناشئي مانشستر يونايتد، لعب معاهم ان توتال 426 مباراة، سجل فيهم 138 هدف وعمل 63 اسيست. not bad ها؟ كلنا ملاحظين ان فريق ايفرتون متعثر جدا في الدوري الانجليزي او في السيزون ده بصفة عامة، وده دفع ادارة ايفرتون انها تخيل المدير الفني شون دايش لسوء النتائج مع ايفرتون يوم الخميس اللي فات. وايفرتون لعب مباراة في الاف اي كاب قصاد نادي بيربرو وكسبها 2-0 تحت قيادة المدير الفني لايفرتون تحت 18 سنة لايتن بينز، اللاعب السابق لايفرتون. مين بقى هيرجع ايفرتون؟ اللي هيرجع ايفرتون هو ديفيد مويس. الجدير بالذكر ان ديفيد مويس قعد مع ايفرتون قبل كده 11 سنة من سنة 2002 لحد 2013، فالفريق والنادي والجماهير مش غريبة عليه ولا هو كمان غريب عليهم. من المفترض ان مويس ان شاء الله هيبدأ مع ايفرتون مهمته كمدير فني من المباراة الجاية في الدوري الانجليزي قدام استون فيلا يوم 15 يناير. وبكده نكون خلصنا كل الاخبار الخاصه بالقاره العجوز وخاصه الدوري الانجليزي معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وكمان سبسكرايب على اليوتيوب. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس يا مان.